اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. يعني قلت لكم ده آه كرهين للنادي الاهلي، واللي زي ده الهجاص هجاص زي ما قلت لكم. يعني ده زي ده هجاص وبيكره النادي الاهلي بطريقه بشعه، زيه زي اي حد، زيه زي اي حد. بيقول كلام افتراءات، كلام كذب، بيحلفوا كذب ويقولوا كلام مش صحيح بالمرة. فلذا ده أصلا يعني بميت وش متلون، ما عندوش شخصية، ما عندوش مبدأ في حياته. فلذا ده أصلا منافق ومدلس وكذاب، وإن هو بيكره وبيغل وبيحقد، والشر من قلبه تجاه النادي الأهلي عامله مشكلة وعامل له عقدة من سنين، لأن هو بيكره وبيغل تجاه النادي الأهلي. طبعا فيديوكم بجد والله العظيم حاجة، يعني بجد حاجة غير محترمة من مرة، وحاجة يعني بجد حاجة منتهى التعسف والفتنة يعني كده. تعال شوف معايا كده. خدع. بص في خدع مين يا كابتن مخرج، أحمد خدع؟ اسمع الكلام، وفي خدع سينمائيه، وفي خدع كرويه هتتعمل في طب التو واللحظه. طبعا طبعا كابتن طبعا. سليمان. اسمع بس ده في ثانيه بتبقى متحضره. اسمع الكلام تبقى تلامس والنبي، سيبك من الاونطه ما هو دي. دور الفار كده. وربنا انا هحلف بقى لو للاهلي وربنا جون، ورب الكون اللي خلق الكون لو للنادي الاهلي جون. يعني والله هجاص، يعني ده مش طبيعي. يعني دي حاجة يعني، يعني واحد انت بتكره النادي الاهلي، فالطبيعي ان انتوا كلكم عارفين هو ممكن مستعد ان هو يحلف لان هو شايف ان هو بيكره النادي الاهلي. واحد كاره للنادي الاهلي بطريقة بشعة، فممكن يستعد ان هو يحلف قد كده. طيب يقول لك خدع سينمائية وخدع مش عارف بصرية وخدع مش عارف ايه وبتتعمل قبل مش عارف هو ايه خدع سينمائية. هو انت في فيلم يعني؟ مش فاهم ايه القصة يعني، مش فاهم. وبعدين تحلف ويقول لك ورب الكون والله ومش عارف وايه، ولو جت على الاهلي. ايه ده؟ ايه كمية الحلفان ده؟ هو الاهلي كده مجننكم اول الدرجة دي عشان تحلفوا كذب؟ ده ايه الكذب ده؟ الناس كلنا شفناه، كلنا اجمعنا شفناها. ان الهدف بتاع مازيمبي، قلناها مليون مرة، ان الهدف بتاع مازيمبي جات من لمسة يد واضحة وضوح الشمس. الهجاص كان شايف حاجة تانية. الهجاص شايف، مش شايف كده، لا، هو شايف كره النادي الاهلي قدامه، فعشان كده هو طالع يقول الكلام ده. فلذلك ده ما تستغربوش عليه، يعني لما يجي يحلف واحد بيكره النادي الاهلي زيه زي اي حد. فطبعا اصلا هو الجسد عبد الله اصلا كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال، اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنى في حلقة بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. بنزل من بيتي في كل يوم رايح للأهلي أنسى